مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة مواطنين 2 بكورونا اليوم. جهود بناءة لمكافحة الملاريا في تسني. الجالية الإريترية في الكويت تحتفل بذكرى انطلاق الثورة الإريترية. غارات إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق صاروخ. بيونغ يانغ تختبر صاروخ كروز والبنتاغون يعتبرها تهديدا. التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. السلام عليكم ورحمة الله. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين 2 في أسمرة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 3 مواطنين كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6657، شفي منهم 6614، وتوفي 40 مريضا، فيما لا يزال 3 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 13 من سبتمبر 2021. أوضح مكتب الصحة في مديرية تسني تنفيذ جهود بناءة لمكافحة الملاريا بتضافر جهود السكان والمؤسسات الصحية بتسيير أنشطة النظافة البيئية ورش مبيدات البعوض وتوزيع الناموسيات. وأوضح خبير الصحة العام السيد عوت مبرهتو إن مديرية تسني تعتبر من المناطق التي تستوطن فيها الملاريا، وقد تم خفض الإصابة بالمرض والوفيات الناتجة عنه نتيجة للجهود المبذولة، حيث وزعت هذه السنة 96,000 ناموسية ورش مبيدات حشرية في 26,000 منزل وبرك توالد البعوض. وذكر مسؤول الخدمات الصحية السيد جبرهو التخستي إن الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا حققت نتائج مرضية، داعيا الشعب لتعزيز التعاون للحيلولة دون حدوث انتكاسة والعمل على إزالة مسببات الملاريا. وأفاد السيد أمانييل جرماي المشارك في أعمال رش المبيدات إن برنامج الرش نفذ بنجاح بتعاون الشعب ووكلاء الصحة الطوعيين والمهنيين الصحيين. وأكد السكان فعالية برنامج رش المبيدات، منادين إدارة المديرية للاهتمام بدفن الحفر بالقدرات البشرية. احتفل الإريتريون في الكويت يوم 10 من سبتمبر باليوبيل الماسي لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي في المناسبة إن الفاتح من سبتمبر يتم إحياؤه باعتزاز لكونه بشر باستقلال إريتريا بعد 30 سنة من النضال والتضحيات. ودعا الإريتريين في الكويت لتقوية المشاركة والمساهمة في القضايا الوطنية كعهدهم دوما. وأوضح السيد عبد القادر صالح في الكلمة التي ألقاها ممثلا لجميع الاتحادات الوطنية إن أمانة سبتمبر هي بناء إريتريا المزدهرة التي يعمها السلام والاستقرار، ويجب على جميع المواطنين تقوية التصدي لتحقيق ذلك. على الصعيد نفسه عقد سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم سمينارا يوم 3 من سبتمبر للإريتريين المقيمين في قطر حول تطورات الأوضاع في البلاد والمنطقة بمناسبة الذكرى 60 لبدء الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وقال إن خيار الشعب الإريتري كان الكفاح المسلح بعد فشل النضال السياسي بالمستعمر وداعميه منذ أربعينيات القرن الماضي، وقد انتصر النضال المسلح بمشاركة الشعب عامة، موضحا بأن برامج التصدي في المرحلة الحالية ستنجح بمشاركة الشعب عامة، معربا عن ثقته لإيفاء الإريتريين في قطر بكل المتطلبات بتقوية الصفوف والتنظيم. وأجاب السفير علي إبراهيم على استفسارات الحضور.
نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الجنوب دورات تدريبية ل30 من النسوة اللائي تخرجن في 10 من سبتمبر. وألقت مسؤولة الفرع في مراسم التخريج السيدة سنايت أفورقي كلمة قالت فيها إن الهدف من الدورة هو خلق بيئة صلبة تسهم في مساعدة المحتاجات وتحسين حياتهن المعيشية. من جهتها أوضحت مسؤولة المالية والإدارة في الفرع السيدة إلسا أفورقي أن 10 من الدارسات تدربن على تربية الدواجن وال20 على تربية النحل، وقد تم توزيع من حالتين لكل من تأهلت بمجال تربية النحل، و25 من الفراخ لكل من تأهلت في مجال تربية الدواجن، بهدف تشجيع الدارسات لبداية العمل. وأشادت الخريجات بالفرص المتاحة لهن، مناشدات الجهات الحكومية لإبداء التعاون معهن في كافة النشاطات العملية التي يقومن بها. كما تم توضيح في المناسبة عن تنظيم دورات مماثلة في مدينتي دكم حريه ودباروه. استشهد في 23 من أغسطس الماضي المناضل تخلا هيمانوت هايلي عن عمر بلغ 84 عاما في دولة السويد. بدأ المناضل تخلا هيمانوت النضال في حركة تحرير إريتريا، والتحق في عام 1969 بجبهة تحرير إريتريا لمواصلة نضاله، ومن ثم انضم إلى قوات التحرير الإريترية عام 1975، وأصيب عام 76 و900 وألف بجروح بليغة، تلقى على إثرها العلاج في إيطاليا، وعاد إلى الميدان بعد الشفاء ليواصل النضال. وقد سمح للمناضل تخلا هيمانوت هايلي بالذهاب إلى السويد نظرا لإعاقته البليغة من جانب، وتواجد أسرته في السويد من جانب آخر، ومع ذلك ساهم بدور مشهود في عمل التنظيم والحكومة رغم الإعاقة. المناضل الشهيد تخلا هيمانوت رب أسرة وأب ل5 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بأسمرة في 10 من سبتمبر. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل تخلا هيمانوت هايلي، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. فاصل سيداتي وسادتي، وعودوا لمواصلة الأخبار. أغار سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي على عدة مواقع تابعة لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، حسب ما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية والجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد ساعات فقط من اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خطة لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة مقابل التزام حركة حماس بالتهدئة، وذلك بهدف إيجاد حلول لجولات العنف التي لا تنتهي أبدا. وأفاد مصدر أمني في غزة بأن طائرات حربية أغارت على 5 مواقع تابعة للمقاومة في مناطق مختلفة في قطاع غزة، موضحا بأن الغارات استهدفت موقعا في رفح وموقعين في خان يونس وآخر في دير البلح في جنوب القطاع، وموقعا في بلدة بيت لاهية شمال، أسفرت عن وقوع أضرار جسيمة من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. من جهته أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع تدريب عسكرية وأحد الأنفاق التابعة لحماس، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع نحو المناطق الإسرائيلية، مشيرا إلى أن نظام القبة الحديدية اعترض الصاروخ. أعلنت كوريا الشمالية عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ استراتيجي جديد بعيد المدى من طراز كروز، وهو الأمر الذي قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه يمثل تهديدا لجيرانها. وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ جديد من طراز كروز بعيد المدى بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأوضحت بيونغ يانغ أن الصاروخ قطع مسافة 1500 كيلومتر قبل بلوغ الهدف وسقوطه في المياه الإقليمية للبلاد. وقالت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون إنه يتابع التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن واشنطن تنسق مع الحلفاء بشأن تداعيات هذه التجارب. وأكد البنتاغون أن هذه التجارب تعكس إصرار بيونغ يانغ على مواصلة تطوير برامجها العسكرية التي تشكل تهديدا للمجتمع الدولي.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها توصلت إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافائيل جروسي إلى طهران. وتضمن البيان المشترك بين وكالة الطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والذي أوردته وكالة إيرنا الإيرانية إنه تم السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران، في حين لم تسمح إيران للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات. وكانت طهران أعلنت في فبراير أنها ستسلم تسجيلات الوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها. واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن التسوية التي تم التوصل إليها تمنح وقتا للدبلوماسية في إشارة إلى مفاوضات فيينا لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي. قال إيغور أرتامونوف رئيس منظمة ليبتسك الروسية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم طفلة عمرها 11 عاما، بعد انفجار للغاز في مبنى سكني من طابقين أدى أيضا إلى تهدم المبنى الواقع في قرية جنوب العاصمة موسكو. وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن فاسيلي رازمونوف مدير وزارة الطوارئ المحلية أن 6 أشخاص أصيبوا. وقال الفرع المحلي للجنة التحقيقات الروسية أن انفجار غاز حدث في وسط المبنى وأدى إلى تهدمه. ووقع الحادث في مبنى من طابقين بقرية قرب مدينة ليلتس بحسب قناة آرتي عربية الروسية. وبحسب المعطيات الأولية أدى الانفجار إلى انهيار أحد مداخل المبنى ولم يتبعه حريق. ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن متقاعد فقد خلال الحادث. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكره بعناوينها. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا اليوم. جهود بناءة لمكافحة الملاريا في تسني. الجالية الإريترية في الكويت تحتفل بذكرى انطلاق الثورة الإريترية. غارات إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق صاروخ. بيونغ يانغ تختبر صاروخ كروز والبنتاغون يعتبرها تهديدا. التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. انتهت نشرة أخبار المساء. في الختام لكم مني أجمل منى وتصبحون على خير.